الدنيا كل الدنيا كيف نتعامل معها؟ هناك نصوص كثيرة جاءت في ذم الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا. كيف نستطيع أن نفهم هذه النصوص؟ حتى يعني عندما يقول الله جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كيف نتعامل مع هذه النصوص وفق منهج السلف الصالح؟ وكيف تفهم أن بعض الصحابة مثلا كانوا أغنياء؟ الفهم الصحيح أن الدنيا كل الدنيا تتعامل معها على أنها وسيلة وليست غاية. فإذا فتح الله عليك في المال أو فتح الله عليك في أي مجال مجالات الحياة، فأنت توظف هذا الأمر الذي فتح الله به عليك أن توظفه للدار الآخرة. وهكذا فعل الصحابة، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. كانوا يوظفون الدنيا بكل مكتسباتها. سليمان عليه السلام أتى الله الملك، ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك قال الله عنه نعم العبد إنه أواب. فوظف هذه الدنيا بكل مكتسباتها للدار الآخرة. ولذلك إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعمل حتى آخر لحظة في حياتنا. إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها